شوية فيديوهات هتخليكي يعني هتغني عنك حاجات كتيرة. عندك لحمة، عندك حاجات عايزة تعمليها طول الشهر. اي وقت جالك ضيوف حابة تعملي حبة فيديوهات هتعجبك جدا وسهلة جدا، واتسألتي فيها كتير كتير قوي 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 يا جماعة، واشرح كتير فيها. دي اول حاجة الرقبة الضاني. تمام، الرقبة الضاني زي ما انتوا شايفين سليمة زي ما هي. حطيتها في طاجن، عوزت الطاجن سمنه طبيعي، لازم تعصيه سمنه، تحطي فيه كوبايه ميه لو اللحمه بتاعتك مش مستويه، يعني حاسه ان هي هتاخد وقت كتير في السوا. تمام، وتكمريها حلو او تغلفيها حلو جدا. اي حاجه عايزه تستويها في الفرن تبقي مشغله الفرن قبلها بربع ساعه. لازم الفرن درجه الحراره بتاعته عاليه جدا عشان الحاجه تخش تعمل صدمه فيها على طول، اللي هي ما تنزلش دم، ما تنزلش اي مواد. يعني ايه، احنا عايزينها تقفل المسام بسرعه. وادي شفت الرقبه هنا، طبعا مش عايزه اهدرها ولا عايزه اقطع فيها، بس عايزه اقولك يعني زي ما بيقولوا طواجن تركية، يعني تركي اللي انتوا بتشوفوهم بقى في افخم المحلات وكده. بس عايزه اقولك سهله جدا وبسيطه ومش متعبه. لا حطينا بهارات ولا حطينا اي حاجه. البهارات بقى بتاعتك الفلفل الاسمر، الملح، العسل، اي حاجه. بصي العظم اهو باين بيتكلم عن نفسه. انا مش عايزه يعني اوريكم يا جماعه، عشان طبعا هتتحط على السفره وصحه وهنا على اللي كلها. نخش على الفيديو اللي بعده اللي هو ايه، البصله اللي باللحمه. في الصعيد بيسموها زفر، في بلاد تانية في الصعيد برضو بيسموها تقلية. احنا في مصر هنا بنسميه طاجن بصل او طاجن لحمة ببصل. تمام، هو يعني طاجن سهل جدا ما فيهوش افتكاسات. هو بصل ولحمة والله، وانا عامله لكم فيديو قبل كده بلية، وعاملاه بعكاوي. يعني الطاجن ده تشكلي فيه زي ما انت عايزه، النوع اللحوم اللي انت عايزه تحطيها. مش عايزه تحطي لحوم ما تحطلوش، حطي ليا براحتك جدا. عايزه تعمليه بسمنه بس برضك هيشتغل معاكي. هنجيب كيلو بصل ونخرطه تخريط عشوائي ونحمره تحميره حلوه. تمام، ونجيب الطاجن، بس برضك احنا قلنا الراعي الرسمي لينا الفرن بتاعنا يبقى سخن. تمام، ونجيب المادة الدهنية نحطها في حلة ونبدأ نقلب ونشوح، نقلب ونشوح حلو جدا لحد ما تحمر البصلة زي ما انت شفتي كده. ونبدأ نسقيها ونعملها معاملة الرز. شربت الكلام الجميل ده كله نكون محضرين الطاجن بتاعنا ونحطه ايه في الفرن. هو ملح وفلفل اسمر بس، ويطلع معاكي بالشكل الجميل ده. وصحة وهنا على قلبك يا رب. وان شاء الله تعجبكم وصفاتي الجميله ديت، وخفيفه جدا جدا وصحيه، يعني مش مكتره لكم السمنه ولا الدهون ولا اي حاجه ديت. عايزين يعني رمضان يعدي علينا بخير والسلام. نيجي للحمه اللي شويناها بدون اي حاجه وطلعت اللون الجميل ده. وبصي دايبه دوب، بتقولك انا دايبه اهوت وكليني بقى او كلني بقى. احنا اهم حاجه دي تقطيع من الريش، تمام، او اللي هي السلسله بتاعه الظهر. دي بتبقى ناعمه في اللحوم يعني، فما بتاخدش سوا كتير. انت حابه تعمليها لحمه حمرا وكده براحتك، بس دي بتبقى جوسي كده وطعمها حلو وشكلها جميل جدا. نفس النظام، انا ما بحطش اي حاجه. ناس كتير سالتني ازاي طلعت اللون ده وانتي مش عامله اي حاجه فيها. ما فيهاش اي افتكاسه. انا جبت اللحمه بتاعتي ودهنت الطاجن برضو بالسمنه، وقمت رصها فيها. والله زي ما قلتلك قبل كده، لحمتك شكه فيها وانتي مش واثقه ان هي ما بتاخدش سوا، كوبايه ميه. تمام، ونقفلها قفله حلوه. وبرضو الفرن بتاعنا يبقى ايه، سخن قبلها بربع ساعه. وتكمريها حلو وتدخليها الفرن. غلوت وشربت الحاجات بتاعتها كلها. ادي اللحمه هي ملبسه جميله جدا. يعني عايزه اقولك يعني فعلا فعلا من انضف الحاجات اللي الواحد ياكلها. وزي ما بيقولوا ايه، منها فيها بتسوي نفسها. يعني الدهون بتاعتها هي اللي بتسويها، وهي بتنزل عامه في الطاجن نفسه. تمام، وتدخليها في الفرن وتطلعيها. اوعي تتوهي مني، احنا كده قلنا ايه، هنجيب الطاجن وندهنه ماده دهنيه حلو جدا. بعد كده نرص اللحمه بتاعتنا. والله عايزه طعام اللحمه بالسمنه، بس هي كده كده اوريدي هتاخد منها. تمام، طبيعي. يعني خدي منها وادهني كده وتبصي، يعني هتديها طعم وتست عالي جدا.
وترصي اللحمة بتاعتك. وزي ما قلتلك نرجع تاني، شكة في اللحمة، كوباية مية، وتقفلي الطاجن بتاعك حلو قوي. الطاجن ليه غطا حط الغطا، الطاجن ملوش غطا يبقى ورقة زبدة، عشان الفويل طبعا احنا عارفين اللي هو يعني مش صحي. ورقة الزبدة، وتعوصي ورقة الزبدة اي حاجة دهنية علشان ايه؟ ما تلزقش اللحمة لو اللحمة بتاعتك عالية عن الطاجن بتاعها. تمام. ونقوم مقفلها حلو قوي، والفرن بتاعنا يكون سخن قبلها بربع ساعة عشان نعمل صدمة للحاجة بتاعتنا. اول ما تشم الريحة بتاعتها في الفرن ابدأي عري الورقة. تمام. ودخليها تاني الطاجن، هتاخد لون ذهبي. الدهون دي هتقرمش في بقك، حاجة جامدة جدا. او انا غطيتها بالطاجن بتاعها، والله انت ما عندكيش الطاجن خلاص بصي يعني كمريها حلو، اهم حاجة ما تصرفش دخانة. وهي طلعت معاكي اهي بصي يعني، والله الله، الله عليك يا الله بجد. يعني حاجة يعني جامدة جدا، هتشرفك فعلا مع حبايبك يعني، او انتي نفسك انتي مع في بيتك. حاجة حلوة وجميلة جدا. بصوا اللحمة من جوه بيضة وجميلة جدا، ومن بره ذهبي، يعني لونها حلو على فكرة. هي اللون بتاعها ذهبي، والكاميرا كمان ظلماها. تمام. وصحة وهنا. نيجي بقى للطاجن. الحكاية بجد انا عاملة العكاوي بتاعتي في الطاجن، وسهلة وبسيطة جدا. يعني العكاوي دي ممكن تشويها، ممكن تعمليها طاجن زي ما انا عملت اللحوم اللي قبل كده، عادي جدا. دي شغالة ودي شغالة معاكي. طبعا رصيناها بالشكل الجميل ده، نفس النظام هي السمنة. هنرص العكاوي بتاعتنا. اهم حاجة اهم حاجة نرصها رص الحلوة دي. وصديقنا في الطواجن بتاعتي ورق الزبدة والفويل. ورق الزبدة اهم حاجة يا جماعة، زي ما قلت لكم كذا مرة. بعد كده ورق الفويل. طبعا هنعص الورق الزبدة بتاعتنا مادة دهنية، زيت او اي حاجة، عشان ما يلزقش في الطاجن بتاعنا او في اللحمة. وعادي لو نسيتي مش مشكلة، يعني تقدري تشيليها. وقلنا كذا مرة الفرن يبقى سخن قبلها بربع ساعة. لازم الحاجة تخش تعمل صدمة، تحس بصهد الفرن بمعنى أصح. وانت بتدخلي الحاجة. كتير بنسأل نفسنا ليه الطواجن بتطلع مستوية وجميلة وما بتنزلش دم ولا أي حاجة؟ لازم الفرن يبقى سخن عشان يدي صدمة للحوم بتاعتنا او الفراخ او اي حاجة، تقفل المسام بتاعتها بسرعة، ما تنزلش عصارة او تحسي كده ان الحاجة مش حلوة. تمام. لا احنا عايزين نقطع حتة اللحمة. تمام. بصوا الجمال، والله بتتكلم عن نفسها. اهي اللي انا كنت بتكلم عليه، عشان انا ما حطيتش مادة دهنية. وريتكم اهو، وريتكم اللي هي مش هتحط مادة دهنية، اللحمة بتاعتنا هتلزق في ورق الزبدة. طبعا ورق الزبدة صحي، فمش هيعمل لنا اي مشكلة. تمام. بس بقى هنشيل ايه؟ اللحمة، الورق زي ما انتم شايفين كده من على اللحمة. وايه الشكل العام؟ يعني ممكن في ناس ما تعرفش تشيل الورقة زي حالاتي كده في ساعتها. فرجاء لازم نعوص الورقة زيت او نبلها ميه عشان ما تلزقش في اللحمه بتاعتنا. بصوا ده يبدوب. طبعا هي كده استوت. عايزين بقى نديها الوش الحمار بتاعها اللي احنا بنشوفه في اللحوم او المشاوي بتاعت افخم المحلات. بنعمل ايه؟ نرجع ندخلها تاني الفرن. بصوا تتكلم عن نفسها، يعني انا لا شديت ولا عملت، انا بس بعملها كده. بص طلعت. تمام. ندخلها الفرن بقى تاخد اللون الذهبي الجميل. يبقى انا كده عملتها لكم بالبصله. البصله دي دخلت لكم فيها حاجات كتير، ممكن تعمليها بالرقبه الضاني، ممكن تعمليها بالعكاوي، ممكن تعمليها بلحمه عاديه. ممكن تدخلي البصله دي في جميع انواع اكلك. تاني حاجه البصله ديت لو فاضت معاكي معاها لحمه مع اي حاجه، ممكن تحطيها في علبه محكومه يعني مقفوله او كيس، وتحطيها في الفريزر، تطلعها في اي وقت معاكي للاكل تكون جاهزه. تمام. وصحه وهنا على قلبك يا رب. هنا بصي طبعا بتاعه الطاجن بقى بالبصل. بنعمل ايه؟ بنشوحها الاول على النار، ونحمرها تحميره حلوه وهي نيه. جبنه وجميل. طبعا احنا بنعمل الطريقه التانية للعكاوي.
تمام. خلصنا الطريقة الاولى بتاعت الطاجن، نيجي للطريقة التانية بتاعت العكاوي. هنجيب وok او حلة على النار، نحط فيها معلقة سمنة. الراعي الرسمي لازم للطاجن معلقة السمنة. تمام. بتدي تحميرة حلوة كده للحاجة بتاعتنا. والله ما امكنش ممكن شوية زيت عادي، بس اللحمة اوريدي يعني طبيعي ده فيها دهون، العكاوي نفسها بتبقى فيها دهون. تمام. ونفضل نحمر فيها لحد ما تتحمر اكنك حمرتي لحمة خليتي اللحمة محمرة زي ما انت شايفة كده اهو. تمام. بصي اللون لازم ياخد اللون الذهبي دوت الغامق سنة. طبعا هنكون فرمين كام بصلاية انتي وحرية اختيارك بقى، عايزة تحطي كيلو بصل، عايزة تحطي نص كيلو بصل، عايزة تحطي بصلتين بس. عايزة اقولك بتطلع البصل حكاية بجد، يعني كطعم وتست عالي جدا. والله يشرفك فعلا لو انتي حطاها مع صنف نوع اكل تاني، هيسيبولك الاكل كله وهياكلك الطاجن ده. وطبعا بقى الشتا بقى ويبقى لازم طواجن. تمام. ونحمر فيها تحميرة جامدة جدا. رحتي فين؟ اوعي تتوهي مني، خليكي ماشيه معايا على خطوات صح. انا لا جريت فيديو ولا منتجت حاجه، انا سايبه لكم كل حاجه على طبيعتها يا جماعه عشان تمشوا معايا خطواتها. انا هنا طبعا حبيت اعمل بصل كميه علشان طبعا كانت في عزومه وكده، فعملت كميه كبيره حلوه. تمام. وتفضلي تقلبي بقى بيها، تكوني مسخنه ميه. تمام. احنا هنقلب وهنحط الملح وجوز الطيب، بتديها تست برضو جميل جدا جوز الطيب. ولما تبشريها كمان. تمام. وهتحطي معلقة سكر صغننة عشان تكرملك الدنيا دي كلها. ونحط الفلفل الاسود بتاعنا ميه جنب ابني بيقول كلامي. تمام. ونقلب الكلام ده مع بعضه كله. شوية جنزبيل، عايزة والله تستكفي بالملح والفلفل الاسمر. تمام. بس انا بحب يعني ايه كل مرة انوع طعمها، مش يعني مش بخليلكوا على طعم معين، لا، عشان كل مره تحسي ان انتي عملتي حاجه جديده. طب دوقوها المره دي، لا انا افتكست فيها حاجه غير المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كانت ملح وفلفل بس، لا كان طعمها حلو، ما غيرش طعم البصل. لكن ده لا، هتحسي بطعم البهارات اللي انا حطاها، جوز الطيب، الجنزبيل، الزنجبيل، او زي ما بيقولوا في اي دوله. تمام. الكزبره، الحاجات دي كلها بتديها طعم تاني خالص. هنا هنعملها معاملة الرز. انا قلت لكم كذا مرة البصلة انا بعملها معاملة الرز اللي هي الطواجن بتاعتي. بعد ما بتتحمر او بحمر اللحمة بتاعتها، اللون بتاع اللحمة هيطلع عليها. تمام. بصوا نزلت المية بتاعتها اهي اللي هي اللون الذهبي اللي تحت. تمام كده اهوت. هنقلب فيها تقلبتين حلوين. والله حابه تحطيها على النار تاخد وتدي مع نفسها براحتك، عايزه تنقليها في الطاجن وتخش جوه الفرن. بس انا يعني احب اللي هي تستوي على النار والبصله تتكرمل للناس المبتدئين وما يعرفوش ويخافوا ان البصله بتاعتهم تتحرق. هنا طبعا انا نزلت بميه سخنه. لازم ميه سخنه يا جماعه عشان ندي صدمه للحمه، لان اللحمه مش مستويه. انا محمرها من بره بس، الكفر الخارجي هو اللي متحمر، لكن الداخلي لسه ما استوتش طبعا. فما ينفعش ان انا احط ميه من الحنفيه في الطاجن، هيبوظ. هيبوظ بمعنى كلمه هيبوظ، اللحمه هتطلع دم قبل ما تيجي تطلع تاني العصاره بتاعتها او تيجي تستوي، فالحاجه هتبقى طعمها زفره. تمام. فلازم ميه سخنه عشان تستوي مع بعض كلها. بصي اللحمه بقى مع الطاجن، عايزه اقولك يعني حكايه. انا عن نفسي لما اكلوا اللحمه المشويه، يعني العكاوي المشويه، قالوا لي لا احنا عايزينها بعد كده مشويه، ما تعملهاش العكاوي في كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه انا اللي شويت العكاوي، واول واحده تشوي العكاوي، بس عايزه اقول لكم طعمها جبار. اهلا بيكم في مطبخ هبه. يلا بينا على الطريقة الجميلة. بس قبل اي شيء ننزل نحط لايك وشير للقناة واشتراك علشان يوصلكوا كل جديد مني. تمام. جبنا العكاوي بتاعتنا هنعملها على طريقتين.
طريقة بالبصلة وانا عاملاها قبل كده في كذا فيديو، بس برضك هعملها لكم بالعكاوي، وعايزه اقولك طعمها جنان. دي ليها طعم ودي ليها طعم، دي ليها ميزة طعم ونكهة كده مختلفة، والتانية ليها طعم ونكهة طعم مختلف، بس كل واحدة وليها طريقتها. وهشوها لكم بدون بهارات وبدون اي شيء، وهتطلع جميلة، وفعلا فعلا هتدعي لي عليها وتقولي الله ينور عليك. هنجيب طاجن فخار او اي صينية عندك بتتحط في الفرن. طبعا هنجيب العكاوي بتاعتنا ونحط في الطاجن او اي شيء انت هتحطي فيه، بس انا برجح الطواجن، يعني الطواجن بتديها طعم تاني خالص وشمخة كده حلوة. تمام. وهنعوص الطاجن سمنة، وهنعوص الحتت بتاعتنا بتاعت العكاوي من السمنة ديت. تمام. وهنرصها رصة حلوة كده زي ما انت شايفة، مش هنحطي تاني حاجة خالص. وهنرص الرصة الحلوة ديت، لا هنحط ملح ولا في بهارات ولا فلفل اسمر ولا اي شيء من دي كلها. عايزة اقولك هيتحمر وهيبقى طعمه جميل جدا، وفعلا فعلا يستاهل التجربة يا جماعة. انا عندي انبهروا بيه قالوا لي دايما تعملوه لنا كده. تمام. وبصوا بقى في نقطة مهمة جدا، العكاوي لو صغننة ما بنحطلهاش مية. تمام. اي لحمة مشوية عايزين نشويها ما بنحطلهاش مية. لو شك ان هي كبيرة وهتاخد سوا معاكي، تحطي كوباية مية فقط لا غير، وتكمريها تكميرة حلوة بورق الزبدة وورق الفويل. تمام. وتكوني مشغلة قبلها الفرن بتاعك عشان يكون حامي، عشان نعمل صدمة للعكاوي او للحمة في قلب الفرن بتاعنا. تمام. انا كنت عامله طاجن قبل كده في فيديو قبل كده شويه برضو بدون بهارات ولا اي حاجه، لو حابه ترجعي له ارجعي له ورا. تمام. وهنكمره تكميره حلوه جدا ونحطه في الفرن بتاعنا. هي العكاوي معرفش، في ناس بتوزنها في ناس ما بتوزنهاش، بس لكل كيلو لحمه ساعه، يعني اللحمه بتاخد ساعه في الفرن تماما. والله العكاوي 2 كيلو تتحط ساعتين في الفرن. عكاوي اي حاجة هتشويها حاسة ان انتي خايفة منها، تمام، ان هي ما تشويش معاكي او كده. طبعا حطيناها في الفرن وهنا هنطلعها. انا نسيت طبعا ادهن ورق الزبدة بتاعتي زيت او مادة دهنية عشان ما يلزقش في اللحمة. طبعا بصي عايزة اقولك اهي كده متحمرة نص تحميرة وبالفويل بالورق بتاعها. تمام. طبعا هي سخنه وشايفه اهي بتبقبق قصادك. شفتي الماده الدهنيه بتاعتها نزلت ازاي؟ يعني منه ودهنله، يعني حاجه منها فيها خيرها فيها. تمام كده. طبعا بعد ما اتعملت الحركه دي هنرجعها الفرن تاني، هنقلب. طبعا بصي متحمره اهي والله من غير اي حاجه ودايبه دوب، بس طبعا انا عايزه ادي اللون الذهبي تمام كده اهوت. اللهم صل على سيدنا محمد. شفتي حاجه مش قادره اقولك، يعني بصي دايبه اهي من غير ما اعمل اي حاجه. هنرجعها للفرن تاني تاخد لون ذهبي، والصوص بتاعها ده ينشف شويه او ما ينشفش. بصي عايزه اقولك هينزل صوص تحتيه جبار. شفتوا بقى؟ انا اللي شويت العكاوي. نرجعها بقى في الفرن تاني وهتشوفوا الشكل بتاعها النهائي. عايزه اقولك حاجه خرافه بجد، تستاهل بقى ايه التجربه ولا لا. بس عندي هنا في البيت الصراحه وكان في ضيوف قالوا لنا احنا على طول هنشويها بجد، مش هقولك يعني طعمها جنان. بصي الشكل النهائي. طبعا بقى عايزه تحط لها حته فحمه، يا ربي هتروح في حته تانية خالص. هنجيب بقى ووك او حله على النار، نحط فيها معلقه سمنه حلوه كده، ونحط بقيه العكاوي بتاعتنا فيها. انا قسمت العكاوي بتاعتي على حاجتين. تمام. هنفضل نحمر فيها كده ونديها صدمه. يعني ايه صدمه يا هبه؟ يعني نقفل المسام بتاعها. طبعا بقى الحركات ديت بقى قلت حبيت اعمل لكم حبه حركات كده بالوك وكده. تمام. ونقلب وايه، ولازم نقفل المسام بتاعتها. تمام. وتتحمر كده تحميره اللي هي ايه، شبه مستويه، بس هي مش مستويه طبعا، احنا حمرنا الخارجي لكن الداخلي لسه هندخله ايه في الفرن. هنكون مثلا كيلو بصل عندك،
2 كيلو، حابة تعملي شوية بصل كتير، دي ترجعلك انتي. تمام، عايزة كيلو بصل بس، عايزة كام بصلاية فيها برضو ترجعلك. تمام. انا هنا اهي بعد ما تحمري زي ما انتي شايفة اهو، هنزل عليها بالبصل بتاعها، انا فرماه طبعا، او تخرطيه، او التقطيعة، او عصافر او جوانح زي ما انتي حسب اي دولة حابة تقطع البصلة بتاعتها. تمام كده اهوت، زي ما انت شايفة كده. خلي ايدك فيها على طول وتقلبي علشان ما تتلدعش، ما تبقاش محروقة. انا عايزة اللحمة تبقى متحمرة. هننزل بقى بالبصلة دلوقتي عليها. تمام. بس ننزل البصلة ونفضل نقلب برضو تاني فيها. تمام كده اهوت. طبعا انا هنا مش عارفة كنت بجيب البصل باين او نزلت لكم البصل اهوت فيها. هتنزلي البصلة طبعا زي ما انت عايزة. اقولك البصل ده كله مش هيبان اساسا فيها، هيهبط تماما. تمام كده اهوت. هنفضل نقلب فيها تقليبة حلوة علشان البصل ينزل تحت وياخدوا من بعضهم. طبعا هنحط بقى البهارات بتاعتنا. جوزة الطيب هتبشريها، لو مش عندك عادي يعني، حرية الاختيار ليكي. تمام. هو تكفي فلفل اسمر، ملح، ومعلقة سكر صغيرة عشان تديها كرملة كده. طبعا فلفل اسود، هنحط جنزبيل. تمام. بيديها برضو نكهة حلوة. وهنرجع نحط ايه، شعرة سكر، يعني مش اللي هي كتيرة يعني، يعني نص معلقة السكر الصغننة. تمام. اللي هي بس هتديكي كرملة كده فيها، ومش هتحسي بيها اساسا. تمام. بس مش هنحط الملح دلوقتي، لان الملح طبعا ما ينفعش يتحط لسه اللحمة بتاعتنا نية وما استوتش. تمام كده. هنفضل نقلب كده تقليبة حلوة. وبعد كده يا جماعة، بعد ما نقلب فيها كده، ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد، هنغطيها. مش هنحط لا ميه ولا اي حاجه. طبعا البصله هتنزل الميه بتاعتها، وده اللي انا عايزاه. تمام. بعد ما هتنزل الميه بتاعتها، نبدا نسخن ميه في الكاتل على النار، الحبه اللي انت حابه، اللي يعني اللي متاح قصادك. بص الميه بتاعتها نزلت ازاي طبعا واتشربت. هننزل على طول بايه، بالميه بتاعتنا فيها. ليه الميه؟ عشان الميه تكرمل شويه، او نديها نص سوا على النار من فوق. تمام. لما ننزل بالميه بتاعتنا اهي، الميه السخنه اهي، هتلاقيها بتبقبق معاكي على طول. تمام. مش ميه ساقعه يا جماعه من الحنفيه. لو ميه ساقعه حته اللحمه هتشد معاكي، مش هتستوي. عامة هتاخد وقت كبير قوي في السوا. لكن المية السخنة هتاخد معاها على طول وتبدأ تسوي معاكي. تعملي ايه بعد كده؟ هو تقومي موطية عليها شمعة. يعني ايه شمعة؟ يعني اخر حاجة في العين توطيها. بعد كده تفضيها في الطاجن، وتطلع معاكي بالجمال والتحفة دي. طاجنين معاكي هيشرفك، هتتمزجي، هتحسي ان انتي بتاكلي عكاوي بطريقتين مختلفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.